حبايبي طلاب اولى اعدادي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. وحشتوني جدا في الاجازه الطويله دي، واهلا بيكم معانا في الترم الثاني. اتمنى يا رب الترم الاول يكون كان ترم حلو وكلنا جبنا درجات كويسه، ويعني ربنا يكون عوض مجهودنا وتعبنا كلنا. انا شفت يعني كومنتس كتيره جدا من الناس على البوست على الفيسبوك او حتى على اليوتيوب، يعني نشكر ربنا فيه. اراء كتير، او معظم الناس الحمد لله الاراء كلها بوزيتيف، حاجات ايجابيه، والناس كلها كانت مبسوطه من المراجعات ومن الشغل اللي عملناه. نشكر ربنا وان شاء الله في تقدم يا رب دايما، واتمنى ان انتوا تكونوا في اعلى الدرجات ان شاء الله. ان شاء الله الترم الثاني المواضيع بتاعته مختلفه شويه عن الترم الاول. يعني الترم الاول بالنسبه لي كان ترم سهل، الترم الثاني بقى اسهل منه بكتير بجد. يعني هتلاقوا الموضوع ابسط بكتير قوي في الترم الثاني. بلس ان احنا خلاص اتعودنا على نظام اولى اعدادي، خلاص فهمنا نظام الاسئله، شفنا الامتحان، دخلنا امتحان وحلينا وجبنا درجات كويسه. فتلاقي ان انت داخل الامتحان بتاع الترم الثاني او داخل على الترم الثاني وانت اصلا اكسبيرينسد او عندك خبره كبيره من الترم الاول، فهتلاقي الموضوع معانا بيبقى احسن كتير. فان شاء الله النهارده هنبدا في اول يونت في الترم الثاني. عايز بس اقول لك على زي اللاي اوت كده بتاعنا او نظامنا في الشغل في الترم الثاني هيكون عامل ازاي. مش مختلف خالص عن الترم الاول. الترم الاول احنا كنا بناخد 6 يونتس، ولو انت فاكر كان مع كل يونت في تشابتر من النوفل او من الستوري بتاعتنا، وكان كل 3 يونتس بقصه مختلفه. يعني احنا كان عندنا يونت 1 و 2 و 3 كان معاهم 3 تشابترز من قصه بتاعت ذا ماجيك كلاس روم. بعد كده يونت 4 و5 و6 كان معاهم برضو 3 تشابترز تانيين من قصه تانيه اسمها ذا دريم تيم. القصتين مختلفين عن بعض في الاحداث شويه، بس معظمهم نفس الكاركترز او نفس الشخصيات. في الترم الثاني عندنا برضو نفس النظام، عندنا 6 يونتس ومع كل يونت في تشابتر، وبرضه في 3 في تشابتر او 3 او 3 تشابترز مع قصه اولى و3 تشابترز مع قصه ثانيه. بس مواضيع الترم الثاني هتلاقيها غير ان هي سهله وبسيطه عن الترم الاول، لا هتلاقي كمان ان المواضيع مور انترستنج، يعني شيقه اكتر. هتلاقي ان القصص هنا احلى من قصه الترم الاول. الترم الاول كانت قصه بتتكلم كلها عن المورالز والاخلاقيات والفاليوز، وان انا يكون عندي قيم في حياتي واسمع الكلام والحاجات دي كلها، كل ده كلام جميل. بس الترم الثاني في قصص بتتكلم عن الادفنتشر او المغامرات، ودي قصه انت تبقى مبسوط معاها جدا واحنا بنشرحها ان شاء الله. فباذن ربنا هنبدا النهارده في اول يونت. خد بالك بقى ان احنا مش هنبدا تاني من يونت 1، احنا خلاص في الترم الاول خدنا من 1 لحد 6، فمن الترم الثاني نبدا في يونت 7 على طول. نبدا بقى نخش على 7 8 9 11 12. انا عملت سكيب لواحد تقريبا. 7 8 9 10 11 12 صح كده، يبقى 6 يونتس. فان شاء الله هنبدا دلوقتي في اول حاجه في يونت 7. وبالنسبه بقى للناس اللي كانت عماله تكتب لي كومنتس على اليوتيوب، يا مستر انت ازاي كنت مخفف والجو كان برد؟ انا لبست اهو لونج سليفز، يعني كمام طويله عشان الناس تبقى اللي خايفه عليا ما تخافوش. طيب ان شاء الله في يونت 7 reviving the spirit of civilization، ان احنا نعيد روح الحضاره اللي جوانا. اليونت من اسمه كده بيتكلم عن civilization او الحضاره القديمه بتاعت مصر القديمه، اللي هي بتاعت حضاره الفراعنه والبنات الاهرامات بقى ومصر القديمه والحاجات الاثريه اللي كانت موجوده. فالكلام باين كده ان في حاجات بتتكلم عن الاثار والحاجات اللي فيها موميا والحاجات دي. يعني هتلاقوا يونت لطيف جدا. ده ليسن 1 و 2 زي ما احنا متعودين. اليونت معانا بنقسمه على ايه؟ اول جزء اللي بيكون 1 و 2 اللي هو فيه اهم الفوكاب وكمان جزء الجرامر. دايما الجرامر موجود في 1 و 2. بعد كده بناخد ليسن 3 لوحده، وليسن 4 بيكون عباره عن النوفل. بعد كده 5 و 6. فده كده بيكون نظام اليونت بتاعنا. فان شاء الله هنبدا دلوقتي مع ليسن 1 و 2 في السكند تيرم، ونبدا باول جزء، الجزء بتاع الاكسبلانيشن او الشرح. نبدا كده ونقول بسم الله، وهنبدا في اول حاجه الفوكاب او الكلمات. طبعا مش محتاج افكرك ان الكلمات بتاعتنا كلمات مهمه، والناس اللي كانت بادئه معانا الترم من اول يوم في الترم بتحفظ كلمات كويس، ده فرق معاهم جدا في وقت الامتحانات. ان انت كنت جاي وقت الامتحان في كلمات خلاص مش محتاج تبص عليها تاني، انت بقيت عارف معانيها حافظها كلها. فعايزين نبدا من دلوقتي، يلا واحده واحده كده مع بعض ونبدا نحفظ كلماتنا ان شاء الله. اول كلمه وبس عايز اقول تعليق تاني مهم. الملاحظ في المناهج الجديده اللي محطوطه الاولى وثانيه اعدادي ان المناهج فيها فوكاب او كلمات مهمه. ليه الكلمات بتاعت اولى وثانيه اعدادي مهمه؟ يعني دي كلمات فعلا يوزس، يعني بتستخدمها في كل حاجه. يعني مش كلمات انت حاسس ان هي قديمه ملهاش لازمه، هستخدمها في ايه؟ حاسس ان انا مش بستخدمها. لا، هتلاقي كلمات من هنا كتيره جدا 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 هتستخدمها في اي كونفرسيشن او اي محادثه هتسمعها. لو بتسمع اغاني او بتتفرج على افلام هتلاقي الكلمات دي بتتقال كتير جدا. يلا نبدا كده ان شاء الله. اول كلمه اسمها باريد. باريد معناها موكب او عرض احتفالي. زي ايه؟ مش عارف انتوا كنتوا فاكرين الموضوع ده ولا لا. في كده فتره من الفترات
كان في عاملين عرض للمومياوات عشان ينقلوا الحاجه من المتحف القديم للمتحف الجديد، فكانوا عاملين كده موكب العربيات بتمشي وهي نقله الاثار والمومياوات على ظهرها، فكل الموكب ده في الطريق اللي ماشي اسمه ايه؟ اسمه باريد، يعني موكب احتفالي. تاني كلمه اسمها رويال. رويال يعني ملكي، حاجه تلاقيها علاقه بالملك بالكينج، يعني اي حاجه ليها علاقه بالملك اسمها رويال. رويال، يبقى رويال دي معناها حاجه ملكيه، حاجه عاليه جدا، تمام. حتى كده بيبقى مثلا في حاجه اسمها ايه، ال 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 الرويال بالاس او القصر الملكي. بالاس يعني قصر، بس ممكن اي حد عادي يبقى عنده قصر، بس بتاع الملك اسمه الرويال بالاس، القصر الملكي. ماميز مومياوات. ايه هي المومياوات دي؟ احنا طبعا عارفين من الافلام الوثائقيه ومن الدراسات الاجتماعيه اللي احنا بناخدها ان المصريين القدماء كانوا بيحنطوا الناس اللي بتموت عندهم، يعني الملوك وكبار الكهنه وكبار الوزراء والحاجات دي، كانوا بيحطوا لهم مواد معينه فيخلوا الجسم متحنط، فكانت اللي بيتحنط ده اسمها موميا. وده انت رحت مثلا شفت في المتحف بتاع المتحف المصري او المتحف المصري الجديد اللي بتاع الحضاره اللي اتفتح، لو انت رحت هناك هتلاقي ان في قسم خاص للمومياوات دي. اهي الموميا دي اسمها بالانجلش مامي. طب احنا عايزين نقول مومياوات كتيره، ماميز، تمام. سيرمونيز، الكلمه دي مهمه جدا 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 جدا. سيرمونيز معناها مراسم او طقوس، طقس او احتفال معين، وفي الغالب بيكون احتفال ليه علاقه بحاجه دينيه. فلما يكون المصريين القدماء مثلا بيحنطوا، بيبقى ليهم طقوس معينه، ان هو مثلا الجثه بتكون موجوده ومش عارف الكهنه كلهم بتوع المعابد بتاعت زمان واقفين حواليها ومش عارف، وبيجيبوا ملح معين ومش عارف بيعملوا ايه، دي كده اسمها ايه؟ سيرمونيز، طقوس معينه او مراسم معينه هم بيعملوها. بيري انا هيدفن، يعني انا احفر حفره واحط حاجه واردم عليها بالتراب، دي كده اتس باري، والماضي بتاعها على فكره بارد بالاي اي دي. الكلمه اللي بعد كده اكسبيرت. اكسبيرت معناها خبير. طب معلش نقول الصف ده تاني من الكلمات علشان حاسس ان هم كلمات مهمه. نمبر 1 باريد. باريد معناها عرض احتفالي او موكب زي ما اتفقنا. تاني كلمه رويال. ورويال يعني ملكي، حاجه ليها علاقه بالملك. ماميز مومياوات، الحاجات الموميا اللي هي الجثث اللي متحنطه من زمان. سيرمونيز يعني مراسم او طقوس. باري يعني يدفن. اكسبرت معناها خبير، يعني شخص بيفهم قوي قوي في اي حاجه. يعني مثلا لو واحد من صحابك بيفهم جامد جدا في الماث، واي بقى سؤال في الماث احنا بنعتمد عليه يقول لك هي از اكسبرت ات ماث، ده راجل خبير في الماث. الكلمه الجايه كلمه مهمه جدا جدا جدا، اسمها ويتنس. اسمها ايه؟ ويتنس. معلش مره كمان، ويتنس. خد بالك بقى، كلمه ويتنس دي فيرب، فعل، ومعناها يشاهد. وعلى فكره نفس الكلمه بتبقى نون وبيبقى معناها المعنى بتاعها يعني شاهد. شاهد عيان، اللي هو شاف المنظر يعني لو انا شفت مشهد او منظر معين، تمام، الفعل ده اسمه ويتنس، انا شفت. طب عايز اقول انا الشخص ده انا الشاهد، يعني عارف انت لما يكون في قضيه مثلا وعايزين يشوفوا الشهود اللي في القضيه، اهو الشهود دول اسمهم ويتنس. يبقى ممكن تبقى ويتنس فيرب معناها يشوف، ممكن تبقى ناون معناها شاهد، الشخص اللي شاف المنظر. vehicle. الكلمه دي على فكره بتتكرر كتير جدا. vehicle معناها مركبه. ايه ده مستر، المركبه اللي تمشي في البحر؟ لا. الكلمه الثانيه اللي اسمها مركبه اسمها شب. دي كلمه ودي كلمه على فكره. شب دي سفينه او مركبه، امال دي ايه؟ دي اسمها مركبه مش مركبه. طب معناها ايه؟ اي حاجه انت بتبقى بتركب جواها وبتنقلك من مكان لمكان اسمها مركبه. يعني على فكره الموتوسيكل اسمه مركبه، ليه؟ لان هو مكان انت بتركب على الموتوسيكل بيوديك من مكان لمكان. العربيه اسمها مركبه. طب السفينه اسمها مركبه برضه. طب الطياره اسمها مركبه. يبقى اي حاجه انت بتركب عليها، بتبقى موجود عليها وبتنقلك من مكان لمكان، هي اسمها مركبه. على فكره عشان كده الناس اللي بتلعب بابجي، فين حريفه بابجي، يقول لك ايه؟ سيرش فور ا فيكل، دور على اي فيكل يعني اي مركبه نركبها، اللي هو مثلا زي ايه؟ الباجي، زي الموتوسيكل اللي هو بيكون عليه واحد وجنبيهم واحد راكب ده، او العربيه الكبيره الجيب الجراند شيروكي دي. كاستيومز يعني معناها ازياء خاصه. يعني ايه ازياء خاصه؟ يعني مثلا لو المدرسه عندنا عامله يوم كل واحد يجيب لبس معين عشان نعمل حفله تنكريه مثلا، اي لبس انت بتلبسه عشان المناسبه دي بس، ده كده اسمه كاستيومز معناها ملابس لحفله خاصه او حاجه خاصه. بريسيرف، الكلمه دي مهمه جدا جدا جدا. بريسيرف معناها يحفظ او يصون شيء. يعني لو احنا المفروض ان احنا نحافظ على البيئه بتاعتنا، ممكن نقول we preserve our environment. مستر مش كلمه يحافظ على كان اسمها سيف، كانت بتتكتب كده صح؟ ما هما الاثنين يعتبروا زي بعض، يبقى هما الاثنين يعتبروا ايه؟
برافو الامارات اللي فاكرين معانا الترم اللي فات، صح كده؟ synonyms نفس المعنى، يبقى preserve معناها بيحافظ على حاجه. طب وكلمه save معناها برضو يحافظ على حاجه، يبقى الاثنين هم مع بعض synonyms. اما لو انا قلت مثلا preserve يعني يحافظ او ياخد باله من الحاجه، طب لو قلت كلمه waste، على فكره waste دي يعني يضيع او يصرف في الحاجه، فدي كده عكسها، يعتبر هم اثنين synonyms؟ لا، عكسها تبقى برافو antonyms. يبقى احنا الكلمات اللي زي بعض بنسميها synonyms واللي عكس بعض بنسميها antonyms. واكيد جالك سؤال، يعني اكيد جالك سؤال في الامتحان من synonyms والantonyms. grand يعني الكبير او حاجه مهيبه، حاجه ليها هيبه كده. عشان كده على فكره يا شباب كلمه grand انا بقول مثلا he is my grandfather. father اللي هو الاب، الجراند فاذر يعني الجد، فالجراند هي الحاجه الكبيره. والمتحف المصري الجديد اللي هو الكبير ده بيتسمى The Grand Egyptian Museum، المتحف المصري الكبير. ancestors معناها الاجداد او الاسلاف، اللي هم الناس القدام خالص. يعني مثلا احنا كده كمصريين اجدادنا واسلافنا هم الانشنت ايجيبشنز او المصريين القدماء، فكده المصريين القدماء بالنسبه لنا هم اور ancestor معناها الاسلاف، الناس القديمه. يعني انت دلوقتي موجود اهو دلوقتي، جدك راجل كان موجود زمان خالص، ده اسمه ايه بالنسبه لك؟ ancestors، يعني اجدادي الاسلاف الموجودين قدام خالص. تمام؟ نخش بقى كده على بوب كويز على طول، نحاول نفتكر الكلمات. witness، حد فاكر يعني ايه witness؟ برافو، يشاهد او شاهد شيء، برافو. ancestors معناها اجداد، برافو شاطرين. رويال حاجه ملكيه اللي هو لقب الملك. bury معناها يدفن. نمبر 1 the space family lives in a big beautiful palace. نقط العيله دي عايشه في big كبير beautiful جميل palace يعني قصر. مين من دول هيعيش في قصر؟ برافو رويال، العيله الملكيه. يبقى العيله الملكيه هي عايشه في قصر كبير وجميل. كده احنا خدنا كلمه رويال. نمبر 2 many people came to space the historic event. كتير من الناس جم علشان نقط historic معناها تاريخي، وايفنت معناها حدث، فناس كتيره قوي جت عشان تشوف الحدث التاريخي. فين من دول كلمه يشوف؟ طبعا باري معناها يدفن، رويال خدناها. انسيستور معناها الاجداد، هي كلمه ويتنس يشاهد. يبقى كتير من الناس جم عشان يشوفوا او يشاهدوا الحدث الرائع او التاريخي اللي هيحصل ده. نمبر 3 our space، طبعا خدنا ويتنس، خدنا رويال. our space lived thousands of years ago. نقط الناس دول lived كانوا عايشين thousands of years ago من الاف السنين. ولو انت فاكر معايا كلمه lived دي ده الماضي. طب ليه استخدمنا ماضي؟ عشان عندي كلمه ago ده past simple خدناه الترم اللي فات. طيب هل الدفن هم عايشين من الاف السنين؟ ازاي الدفن وعايشين؟ اللي كانوا عايشين دول هم الانسسترز او ancestors اللي هم الاجداد بتوعنا، فاجدادنا دول كانوا عايشين من الاف السنين زمان. مظبوطه كده؟ طيب نكمل، وده برضو احنا مكملين لسه في الكي ووردز بتاعتنا بتاعت ليسن 1 و 2. كلمات مهمه جدا يا شباب. سكوير يعني ميدان. ايه الميدان ده؟ اللي هو مثلا بيبقى حاجه كده في الشارع وفي هنا شوارع، بيكون هو بقى الحته اللي في النص، الصينيه اللي في النص ديت. فلو انت جاي من اي حته دخلت عند الصينيه ديت، تمام، ده كده اسمها سكوير او ميدان. كراودز يعني حشود او تجمعات، اي تجمع لناس كتيره ده اسمه كراود. طب عايزين نقول بقى تجمعات كتيره، هنا متجمعين وهنا متجمعين وهنا متجمعين، كراودز حشود او تجمعات. وكلمه مهمه جدا gather ده فعل معناه يتجمع. وبرضه الناس الجميله اللي بتلعب ببجي، في كلمه في ببجي اسمها gather around يعني نتجمع حوالين بعض. نتجمع around يعني حوالين بعضينا. تعالوا يلا عشان محدش يقتلنا. بص الكلمه دي المفروض اللي هي فراعنه. انطقها ايه يا مستر؟ انطقها زي العربي فراعنه؟ لا، بص كده الكلمه دي نطقها بالانجلش مختلف سنه صغيره. مبدئيا كده البي اتش بتنطق اف، تمام؟ فهنطقها ازاي بقى؟ مش هنطقها باء، لا هنطقها فاروز. اسمها ايه؟ فاروز. مره كمان فاروز، اخر مره فاروز. طب يلا نقولها 3 مرات. فاروز، برافو، اللي هم الفراعنه. بيرفورمر يعني مؤدي، الشخص اللي بيعمل الحاجه ده كده بيرفورمر. سكيورتي يعني امن. عشان كده ممكن تلاقي على الموبايل عندك، لو مثلا دخلت على الفيسبوك ودخلت على السيتنجز يقول لك ايه؟ سكيورتي، الامان بتاعك، ان انت تكون واخد بالك من الباسورد والحاجات دي. الكلمه الجايه دي مهمه جدا، ومعلش من فضلك تكتب لي عليها مهمه وتحفظها لي. الكلمه دي اسمها heritage. اسمها ايه؟ heritage. one more time heritage.
what the meaning of heritage. heritage معناها تراث، اللي هو الحاجات اللي الاجداد بتوعنا او الانسيسترز بتوعنا او اللي كانوا عايشين زمان سابوها لنا. زي ايه مثلا في مصر؟ زي مثلا الاهرامات. الاهرامات دي يعتبر تراث من ضمن تراثات البلد الكتيره اللي عندنا. فالحاجات اللي كانت موجوده من زمان ولسه عايشه لحد دلوقتي ده اسمه تراث heritage. يبقى مصر مليانه هيريتج كتيره، مليانه تراث كتيره الناس اللي كانوا عايشين قبل كده سابوه لنا. روت، روت يعني طريق، زي كلمه رود على فكره. يعني بص في كلمه رود اهي طريق، ودي روت برضو طريق، الاثنين صح على فكره، والاثنين يعتبروا لبعض سينونيمز. سولجرز، سولجرز بص حط في النص كده سنه جي يبقى ما تقولش سولدرز، لا سولجرز. ريستور يعني يرمم، يعني يصلح الحاجه. يعني عارفين شباب، يعني مش عارف بتشوفوا الحاجات دي ولا لا، بس في اوقات يقول لك ايه، في مثلا موقع اثري معين في شويه حاجات باظت، فييجوا علماء الاثار يستخدموا معدات ويحاولوا يرمموه او يصلحوه، لان الحاجات دي خساره ان هي تتهد. فلما بيصلحوا الحاجه دي هم كما يعني كده عملوا ايه، ريستور يعني يرمم حاجه او يسترد. الناس اللي على سناب شات لما بتكون بتبعت انت وصاحبك ستريكس لبعض، واول الستريك ما هو يبطل يبعت او انت تبطل تبعت، السكور بيروح، فانت بتعمل له ايه بقى؟ بتعمل له ريستور، تعالى نرجعه من الاول تاني. يبقى ريستور معناها يسترد او يحاول يصلح الحاجه. انت السكور بتاعكم باظ لان انتوا بطلتوا تبعتوا، طب نعمل ايه لبعض؟ نعمل ريستور عشان يرجع تاني. اونر، وبص الكلمه دي فيها اتش بس الاتش هنا سايلنت مش هنطقها، فالكلمه اسمها اونر. مره كمان اونر، يكرم او يحيي او يشرف حد. اقول لك مثلا حد تسلم عليا فاقول له it honors me، دي حاجه تشرفني ان انت تسلم عليا يعني. وطبعا الماضي بتاعها honored بالاي دي. glorious معلش مره كمان glorious معناها حاجه عظيمه او حاجه عريقه. الناس بقى اللي بتلعب فيفا موبايل كان في حدث اسمه glorious، حدث بتاع العظماء او الناس العريقه والناس اللي عندها امجاد في الكوره كتير. and the last one pride يعني فخر. خد بالك من معلومه كده لطيفه، شايف كلمه glorious دي adjective يعني صفه. يعني لما تيجي توصف حاجه ان هي عظيمه او ان هي عريقه او حاجه ليها اصاله كده بتقول it's glorious. طيب ايه المعلومه اللي عايز اقولها لك؟ عايز اقول لك ان طبعا دي 99% يعني 99% مش لازم كل حاجه تكون 100%. لو لقيت كلمه اخرها اي او يو اس، تاني لو لقيت كلمه اخرها اي او يو اس، معلش اكتب دي في النوت بوك بتاعتك. احنا متعودين ان احنا معانا دايما البن بتاعنا والقلم والنوت بوك كده وبنقعد نكتب. لقيت كلمه اخرها اي او يو اس، 90% الكلمه دي ادجكتيف او صفه. معلش ممكن نقول اخر مره، لو لقيت كلمه بتنتهي بالمقطع ده اي او يو اس، الاربع حروف دول جايين ورا بعض في الاخر في اخر الكلمه، اعرف ان الكلمه دي 90% الكلمه دي ادجكتيف صفه. تمام؟ طب ليه بقول لك المعلومه دي؟ لان ممكن يجيب لك في الامتحان كلمه يقول لك الكلمه دي تعتبر ايه؟ هي فيرب فعل ولا ادجكتيف صفه؟ طب انا اعرفهم منين؟ طبعا بنكون حافظينهم من الحاجات اللي احنا بنكتبها زي كده، ولو انت مش فاكر دي يعني دي معلومه كده او هنت هتساعدك شويه في الحاجه اللي انت بتطلعها. نكمل. strict معناها شخص صارم او حازم، يعني شخص ما بيهزرش. لو المستر بتاعك ما عندوش هزار، بيتكلم على طول جد، على طول الحصه شغاله، على طول في شغل، وعلى طول الدنيا بتخلص على طول كده، وبنسمع وبناخد الهوم ورك وكل حاجه، هي از ستريكت مان، راجل صارم ما بيهزرش. بص بقى الكلمه الجايه العظيمه دي، معلش احفظها عشان دي مهمه. بص كده، اول جزء السي اتش دي مش هننطقها تش، لا هننطقها كي، تبقى اسمها ارك. مره كمان ارك يلو جيستس. ارك يلو جيستس. عارف كلمه يلو اللي هي اصفر؟ هنقولها في النص كده archaeologists. طب الكلمه دي معناها ايه؟ علماء الاثار. على فكره الكلمه جمع، لو شلنا منها الاس الاخيره هتبقى archaeologist، عالم اثار واحد، بس هنحط الاس عشان هم علماء كتير. يبقى الكلمه اسمها ايه؟ archaeologist. خدها بقى ايه يعني، احنا بقول لك قول يلو اللي هي اصفر دي في النص عشان تعرف تنطقها، بعد كده اخطفها، ما تقولهاش بقى على بعضها، يعني ما تقولش archaeologist، لا اخطفها archaeologist. طبعا بنحط لها اس عشان نخلي الجمع منها. historical، والكلمه دي برضو مهمه. historical معناها تاريخي، حدث تاريخي او حاجه تاريخيه مهمه. duty يعني واجب، زي في لعبه برضو اسمها call of duty.
call of duty يعني نداء الواجب، الواجب بتاع الوطن بينده عليك اللي هو انت تيجي تحارب عشان وطنك يعني. treasures 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 معناها اثار او كنوز، اسف. monuments هي الاثار. طيب هو ايه الفرق بين الاثنين؟ بص ما مستر ما الاثنين ممكن تبقى حاجات جولد، حاجات ذهب مثلا، فاي حاجه اشوفها جولد تبقى monuments او اي حاجه جولد تبقى treasures؟ لا. بص كلمه treasures بتتقال على اي حاجه valued يعني ليها قيمه. يعني مثلا لو دلوقتي حالا محلات الذهب دي جواها ذهب كتير جدا، فاقول لك اتس treasures، دي كنوز. والحاجات بتاعت المصريين القدماء اللي مليانه ذهب دي برضه treasures، كنوز. فكلمه كنز بتتقال على اي حاجه سواء هي جديده او قديمه، تمام؟ لكن كلمه monuments اثار بتتقال على الحاجات القديمه بس. يبقى كلمه treasures كنز بتتقال على القديم والجديد، لكن كلمه monuments على الحاجات القديمه بس، تمام؟ وحتى على فكره ساعات انت بتقول لصاحبك ايه، انتوا مثلا حد من صحابك داخل الامتحان ومش عارف اي حاجه خالص، فتيجي انت تقول له طب بص بقى في منصه اسمها الخطه عليها مراجعات جامده جدا، يخش الخطه يلاقي مراجعات ونقزته وجاب فيها الفول مارك في كل حاجه، يجي يقول لك بعديها ايه يا عم ده الخطه دي طلعت ايه كنز. ما يقولش اثار لان الخطه مش حاجه قديمه، دي حاجه موجوده دلوقتي، فيقول لك دي ايه كنز، حاجه فاليو، حاجه ليها قيمه عاليه يعني. الكلمات اللي بعد كده دي برضه متعودين عليها من الترم اللي فات، اللي هو الكولوكيشنز. وات ذا مينينج اوف كولوكيشنز؟ متلازمات لفظيه. يعني ايه يا مستر؟ برضه طبعا احنا خدناها الترم اللي فات بس برضه افكرك بيها، ان في كلمات بتاخد دو بس مثلا، في كلمات بتاخد ميك بس، في كلمات عايزه جو، في كلمات عايزه تيك، في كلمات عايزه بيلد. فكل كلمات معينه ليها فعل معين بيجي معاها. زي مثلا الترم اللي فات لو انت فاكر كان في كلمه اسمها ديفرنس، اختلاف. اقول دو ديفرنس ولا ميك ديفرنس؟ اللي قال دو زعل تاني منك جدا، اسمها ميك ديفرنس، يصنع اختلاف. نفس الكلام هنا تيك بليس، تيك بليس معناها يحدث، عشان خاطر ربنا ما تنساش دي. تيك بليس يعني يحدث. لما اقول لك مثلا this story القصه دي took place last year، حدثت السنه اللي فاتت. ليه قلنا توك؟ عشان الماضي بس، عشان قال الماضي بتاع تيك توك، والتالت اسمه taken. يبقى take place معناها something happens، حاجه تحدث. build معناها يبني، build a successful future معناها يبني مستقبل ناجح. يعني لو شخص بدأ يبني حاجة ناجحة وبدأ يعمل مستقبل نفسه كويس، he is building a successful future. وزي ما اتفقنا قبل كده يا شباب، الكلمتين بيجوا مع بعض عشان دول متلازمة لفظية واحدة، ولكن الفعل ده ممكن اصرفه. يعني ايه اصرفه؟ يعني ممكن احط له اس تبقى تيكس، ممكن احط له ان جي تبقى تيكينج، ممكن اجيب الماضي منها تبقى توك، ممكن اجيب التصريف الثالث تبقى تيكن. طب تبيلد ممكن اصرفها اخليها بالاس تبقى بيلدز، ممكن بيلدينج، ممكن بيلت بالتي. نفس الكلام تيك توك تيكن، ممكن اخليها فولو فولود فولوينج فولوز. يعني الفكره كلها الفعل لازم يكون موجود. طب يا مستر لو صرفت حطيت له اس عادي، لو الجمله يعني مطلوب منك تحط فيها اس عادي مش فارقه، لكن اهم حاجه الفعل نفسه يكون موجود. طيب تيك بارت يشارك. يبقى بص عندنا كلمتين جايين مع تيك بليس وتيك بارت. معلش اكتبهم عندك عشان خاطري وما تنساهمش. تيك بليس وتيك بارت. تيك بليس معناها يحدث، حاجه حصلت. تيك بارت معناها يشارك في مسابقه او يشارك في ريس، في سباق، اي حاجه. اخر واحده follow strict rules يعني يمشي او يتبع قواعد صارمه، قواعد ما فيهاش هزار. follow strict rules. يبقى كلمه take معاها كلمتين، take place و take part. take place يحدث، take part يشارك. build a successful future يبني مستقبل ناجح. اخر واحده follow strict rules يعني بيتبع قواعد صارمه، قواعد ما فيهاش هزار خالص. الجزء اللي بعد كده ده جزء طبعا عارفينه برضو من الترم اللي فات، خلاص انا اعتقد اتعودنا خلاص على نظام بعض وفهمنا بنشتغل ازاي. الجزء بتاع السينونيمز اند انتونيمز. نفتكر كده بسرعه بس هو يعني ايه سينونيم ويعني ايه انتونيم. السينونيم اللي هم برافو زي بعض، طب الانتونيم عكس بعض. يبقى السينونيم زي بعض، الانتونيم هم اللي عكس بعض. نمبر 1 جراند. جراند يعني حاجه عظيمه او كبيره او مهيبه، حاجه ليها هيبه كده، زيها بالظبط كلمه جريت عظيم، امبرسيف رائع او مدهش، كلهم زي بعض. يبقى جراند جريت امبرسيف كلهم زي بعض، حاجه عظيمه كبيره ليها مهابه. عكسهم سمبل او سمول، حاجه بسيطه او حاجه صغيره. يبقى انا عندي جراند زيها زي جريت امبرسيف، عكسهم سمبل اند سمول. اونر يكرم او يحترم شخص، زيها بالظبط كلمه ريسبكت، ودي خدناها من الترم اللي فات دي معانا. عكسهم disrespect.
طب مين بقى القمر السكر الشاطر العسل اللي يعرف يقول لي كلمه ريسبكت جبنا منها الماضي العكس بتاعها خليناها disrespect معناها مش بيحترم او بيحتقر حد، احنا كده زودنا لها ايه؟ prefix or suffix. جيب لك اديك 3 ثواني 3 2 1. برافو العسل القمر اللي قال لك ان دي كده اسمها prefix، لكن اللي بتتحط في الاخر بيبقى اسمها ايه؟ suffix. شاطرين نفتكر مع بعض كده. يبقى كلمه respect عشان اجيب عكسها قلت disrespect. طب this حطيناها في اول الكلمه، اللي بتيجي في الاول اسمها ايه؟ prefix، لكن في الاخر اسمها suffix. preserve معناها يحافظ على، زيها بالظبط كلمه protect وconserve. خد بالك ان الكلمه دي برضو جديده. يبقى preserve وconserve الاثنين معناهم يحافظ، زيهم بالظبط كلمه protect. عكسهم destroy يدمر، دي كده الانتونيم بتاعتهم. priceless الكلمه دي مهمه قوي. priceless معناها حاجه لا تقدر بثمن، يعني حاجه غاليه جدا جدا جدا. زي مثلا المونيومنتس، الاثار ما ينفعش نقيمها بفلوس. ما ينفعش اقول لك مثلا الهرم ده بمليار جنيه، لا مفيش حاجه اسمها كده. الاهرامات دي حاجه برايسلس يعني لا تقدر بثمن، يعني قيمتها اغلى كتير من الفلوس، هي اهم من الفلوس بكتير. طب زيها بالظبط كلمه ايه؟ valuable برضو معناها حاجه لا تقدر بثمن، حاجه قيمه جدا. عكسهم worthless، اسمها ايه؟ worthless. معلش مره كمان worthless. يبقى كلمه اسمها priceless حاجه لا تقدر بثمن، حاجه غاليه جدا. valuable حاجه قيمه جدا قيمتها عاليه. عكسهم worthless ملهاش قيمه. gather يعني يتجمع. طيب زيها بالظبط get together برضو معناها نتجمع. بص بقى اللي جديده شويه اللي عكسهم separate معناها يفصل او يفرق. يبقى احنا لو انا واصحابي قاعدين جنب بعض احنا كده we gather او get together كده متجمعين. طب لو كل واحد خلاص مش عشان هنروح بيتنا we separate اتفرقنا خلاص. يبقى gather separate. اخر جزء معانا في الفوكاب الجزء بتاع البريفكس والسفكس. طبعا اتفقنا من شويه ان البريفكس المقاطع اللي بتيجي في اول الكلام، السفكس المقاطع اللي بتيجي في اخر الكلام. فعندنا مثلا هنا برايس قلنا كان معناها ثمن او سعر، لما تحط كلمه less عليها تبقى اسمها priceless لا تقدر بثمن، حاجه غاليه جدا. وخد بالك هنا في الاخر ده كده سفكس. جولد يعني ذهب، الجولد ده هو الذهب نفسه. طب عايز اقول الحاجه دي حاجه ذهبيه مصنوعه من الذهب، جولدن. civilization هي الشان اللي في الاخر بتخليها حضاره، بتخلي الاسم او بتجيب من الفعل الاسم. generation جيل، traditional تقليدي، creative مبدع، performance اداء. بص كل اللي موجودين معانا suffix محطوطين في الاخر، وكلهم بيحولوا الكلمه. ممكن تبقى نخليها صفه من اسم زي مثلا price بقت برايسلس، حاجه ملهاش ثمن، حاجه غاليه جدا. كرييت يعني يكون، بنقول على شخص ان هو كرييتيف معناها شخص ذكي او مبدع. خد بالك من السوفكس دي مهمه جدا. نخش على الجزء الثاني يا شباب، الجزء بتاع الريدنج سكيل او مهاره القراءه. لازم نتفق على حاجه مهمه جدا، نشكر ربنا الحمد لله جزء كبير من ان احنا في الامتحان كنا داخلين واحنا we have self confidence كده او self confidence، لو عندنا ثقه في نفسنا عاليه، ان احنا كنا مخلصين كل حاجه في اليونتس ان ديتيل بالتفاصيل بتاعتها. مواضيع الريدنج كنا بناخدها واحده واحده، الرايتنج كنا عاملين نقوله من الاول. فلازم تبقى واخد بالك واحنا بنقرا الحاجات دي، احنا مش بنقراها عشان نحكي لك قصه، احنا بنقراها عشان اول حاجه تبقى متعود ازاي تعمل اناليسيز او تعمل تحليل للنص اللي قدامك، وتبقى فاهم الكلمات وتفهم هنقف ازاي ونكمل ازاي. تاني حاجه عشان تاخد منها جمل تعرف انت تكتب منها في الرايتنج. واعتقد ان في ناس برضو كنا متوقعين ان الميل هو اللي جاي، والحمد لله الميل هو اللي جاي يعني. فنشكر ربنا. محتاجين بس نركز مع بعض من اول الترم، لان في شباب كومنتس بستغربها جدا في ليله الامتحان. صعب قوي ليله الامتحان تيجي تقول لي يا مستر علمني ازاي اكتب باراجراف. لا ما هو بص الباراجراف ده مش هينفع اعلمه لك، يعني مش هينفع تيجي دلوقتي معايا نقعد ساعتين مع بعض تطلع تكتب باراجراف. لا، الباراجراف عباره عن ايه؟ عباره عن موضوع بتكتبه من افكارك. طب اجيب الافكار دي منين؟ هو ده الداتا انتري، هو ده اللي بيخش جوه دماغك. لما تقرا كتير من غير ما انت تحس، دماغك هتبقى مخزنه معلومات كتيره وهتبقى مخزنه جمل كتيره. لما تيجي انت بقى تكتب هتروح دماغك مساعدك وهتطلع الحاجات دي. لكن انت طول الترم مش بتقرا حاجه خالص، مش هتطلع حاجه خالص من كتاب المدرسه ومن الحاجات اللي موجوده في الريدنج. هو ده اللي بيجي في الاخر كباراجراف. فلازم نركز مع بعض قوي واحنا بنقرا جزء الباراجراف. طيب نبدا كده مع بعض يا شباب.
The Pharaoh's Golden Parade، يعني الموكب الذهبي للفراعنة. يعني موكب ذهبي حصلت فيه حاجة كده مهمة، دي اللي قلنا عليها من شوية لما كانوا بينقلوا المومياوات. On Saturday، خد بالك Saturday ده يعتبر ايه؟ يوم السبت. اي حاجة فيها يوم من ايام الاسبوع بتاخد حرف جر اسمه on، ما تنساليش دي لو سمحت. يبقى on مع ايام الاسبوع. تمام؟ طيب on Saturday April 3rd 2021، في يوم السبت اللي هو 3 ابريل 2021، Egypt amazed معناها يدهش او ادهش، عشان طبعا دي موضوع حاجه حصلت. Egypt amazed the world، Egypt ادهشت العالم with a once in a lifetime event. معلش بقى احفظ لي الحته دي عشان دي حته مهمه. A once in a lifetime event يعني حدث بيجي مره واحده بس في العمر. طيب the move of 22 royal mummies from the Egyptian Museum in Tahrir Square to the National Museum of the Egyptian Civilization. ايه اللي عملته مصر عشان تذهل العالم بقى؟ اللي عملته او الحدث اللي هو once in a lifetime event، حدث بيحصل مره واحده بس في العالم او في الحياه كلها. مصر كانت بتنقل حوالي 22 موميا ملكيه، رويال يعني حاجه ملكيه لها علاقه بالملوك. وكانوا بينقلوها منين بقى؟ from التحرير سكوير، من ميدان التحرير، تمام، لحد متحف الحضاره اللي مصر عملته بعديها بشويه. فبينقلوا كل اللي بينقلوه ده يعني من ميدان التحرير لحد الحته اللي رايحينها تاني اللي هي المتحف الجديد. كل دي المومياوات ماشيه في الشارع، وطبعا دي مومياوات بتاعت ملوك، فهم ماشيينها في باريد، في موكب ملكي كلهم. The streets of Cairo shone with golden lights as crowds gathered to witness history come alive. شوارع القاهرة كانت شون، على فكرة شون ده الماضي من كلمة شاين، وبنقولها دايما على الشمس اللي هو معناها تشرق. فكانت شوارع القاهرة مشرقة منورة with golden lights as crowd gathered، عشان الناس أو جموع الناس gathered يعني اتجمعوا من كل حتة to witness عشان يشوفوا الهيستوري come alive، التاريخ بيعيش من تاني. The moment of the great pharaohs such as Ramses II and the Queen Hatshepsut began the journey through the city in a grand parade called the Pharaoh's Golden Parade. الفكرة ان هو مش بينقلوا اي ملوك وخلاص، لا دول ملوك من الاليتس او الصفوة بتاعت ملوك الفراعنة. زي مين بقى؟ زي such as رمسيس. الرقمين دول يا شباب معناها second، يعني لما تشوف كده رقم واحد كده ده كده واحد، لما يعمل لك شرطتين جنبيهم كده اتنين، كده تلاتة، تمام. فدي ارقام اللاتيني، باللاتين بتتكتب كده. رمسيس ذا سكند، رمسيس الثاني، اند كوين حتشبسوت اللي هي ملكه حتشبسوت began their journey through the city. كانوا بادئين الرحله بتاعتهم في المدينه، طبعا الموكب شايل مومياواتهم وبيمشي في المدينه at the garden او a grand parade called the Pharaoh's Golden Parade، في الموكب الفرعوني الذهبي اللي هم جايبين اعلى حاجه خالص ممكن تحصل، وده يعتبر once in a lifetime event، حدث بيحصل مره واحده بس في العمر. Was carefully placed in a specially designed vehicle decorated with ancient temples and protected by security teams. طب الباريدز كان بتتضمن ايه؟ المومياوات بتاعت الملوك اللي هم كانوا 22 مامز كانوا محطوطين في فيكل او مركبه مصنوعه مخصوص، حاجه كده مخصوصه، تمام، للمومياوات نفسها. يعني مش عربيه كده وخلاص، لا لا لا، دي عربيات مصنوعه مخصوص عشان تتحط المومياوات جواها. وكان محطوط عليها من بره سامبلز، يعني رموز للحضاره المصريه القديمه، يعني تلاقي مثلا العربيه عليها ايه اشكال كده من الاشكال بتاعت الفراعنه، وكمان بحميه من يعني فرق امن كتيره. Along the route soldiers, musicians and performers in traditional costumes who honored Egypt's glorious past with performance inspired by ancient ceremonies. فالمراكب او الموكب ماشي في الطريق اهو، على جانبين الطريق بقى على الرصيف من هنا ومن هنا كان في soldiers جنود، وكان في كمان musicians معناها عازفين، ناس عماله تعزف، and performers وناس بتؤدي وبتغني in traditional costumes، وكلهم لابسين costumes او ازياء خاصه بتعبر عن الفراعنه. لو انتوا شفتوا الحدث ده على النت، وعلى فكره لو دخلت على يوتيوب وكتبت الجولدن باريد او الموكب الذهبي هيجيب لك الحدث اللي كان حاصل بالظبط. كلها متاخده من الحضاره او الطقوس المصريه القديمه. هتلاقي الناس كانت لابسه حاجات كده زي بتاعه الفراعنه، وبيغنوا اغاني بتتقال باللغه الهيروغليفيه، اللغه الفرعونيه يعني.
People across the world watched the event live on television and online. الناس كلها كانت بتشوف الحدث لايف، ومش مصر بس، العالم كله المهتم بالحضارة كان بيتفرج على الحدث ده. The parade was not just a ceremony, it was a message to the world that Egypt has preserved its history with pride and must continue protecting its priceless heritage for future generations. السيرموني او الاحتفال ما كانش بس بيوري ان مصر عندها حضاره كويسه، لا ده كمان كان بيوري العالم كله ان مصر قادره تحافظ على التراث بتاعها وتخليه الاجيال اللي جايه، ان احنا اهو التراث بتاعنا شفنا ان احنا نعمل له متحف تاني كبير فبننقله من ميدان التحرير المتحف الجديد واحنا محافظين عليه واخدين بالنا كويس جدا منه عشان الاب كامينج او الفيوتشر جنريشن او اجيال المستقبل. فده كده يا شباب كان موضوع الريدنج اللي هو ذا فيروز جولدن باريد. من ضمن الكلمات اللي كانت بتيجي شويه ولازم ناخد بالنا منها كلمه costumes. costumes معناها ازياء لحفله معينه. يعني بص كده the actors wore beautiful costumes in the play. play يعني هنا معناها مسرحيه. ففي مسرحيه فالممثلين لابسين costumes، لبس لايق للمسرحيه، بس ممكن المسرحيه دي تكون بتتكلم مثلا عن الناس في ايام الفراعنه فلابسين لبس فرعوني، بتتكلم عن الناس عايشين في اوروبا فلابسين لبس تبع اوروبا شبه اللي بيلبسوه بره يعني. طيب يبقى كلمه او كوستيومز معناها لبس او عرض ازياء للبس معين، لكن كلمه اوتفيت ده الزي الهدوم العاديه بتاعتنا. يعني مثلا اي لايك يور نيو اوتفيت، شفت صاحبي جايب لبس جديد فاقول له اي لايك يور نيو اوتفيت، عجبني الاوتفيت ده. فالاوتفيت هو اي لبس انت بتلبسه عادي، لكن الكوستيومز لبس لمناسبه معينه ما بتلبسش غير في حاجه معينه بس. اخر حاجه يا شباب معانا الاكسبريشنز والبريبوزيشنز، حروف الجر والتعبيرات. طبعا ده جالنا في القطعه من شويه. a once in a lifetime event، حدث مره واحده بس في العمر، حدث بيحصل مره واحده. the pharaoh's golden parade، موكب الفراعنه الذهبي، الموكب اللي كان بينقل فيه المومياوات. come alive يعني يرجع تاني ينبض بالحياه، زي ما قلنا كده ان العالم كله كان بيشوف ان التراث بتاع مصر بيرجع تاني للحياه. original condition يعني حالتها الاصليه. يعني لما مثلا جم يشوفوا الحاله بتاعت جثه رمسيس او الموميا بتاعته قال لك لا اتس original condition، دي حالتها زي ما كانت في الاصل، زي كانه لسه مدفون دلوقتي. فالحاله بتاعت الحاجه او مصر كانت محافظه على المومياوات بطريقه يعني حلوه جدا. watch life طبعا الكلمه دي بنشوفها كتير جدا، يقول لك ده هيفتح لايف على التيك توك. لايف يعني يطلع بس مباشر، يعني اللي بيعمله دلوقتي انت شايفه، عكس مثلا الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه مع بعض ده. الفيديو ده يا شباب بيتصور وبعد كده بنعمل له مونتاج عشان لو في حاجه زياده، لو مثلا حاجه في النص لخبطت فرجعناها ظبطناها، بيحصل له مونتاج وبعد ما بيحصل كل العمليه دي بيطلع لك كفيديو. لكن اللايف لو احنا بقى فتحنا لايف مثلا فاللي انا بقوله انت سامعه في ساعتها. حاجه بقى حصلت غلطه مش عارف ايه، كل ده موجود ساعتها. النور قطع علينا لا هنكمل عادي في ساعتها مفيش مشكله. اخر حاجه خالص البريبوزيشنز او حروف الجر. gather to يتجمع لي، decorated with مزينه ب، يعني لك مثلا the cars او the vehicles was decorated with samples كانت محمول عليها اشارات للمصري القديم. a message to رساله to يعني رساله لشخص معين. for future generations للاجيال القادمه. طبعا حروف الجر بتكون بسيطه وسهله، بس لو سمحت في كلمات كده لما تيجي اقول لك حرف الجر ده مهم عشان ما بيجيش كتير تركز لي فيه معلش. بفكرك تاني عشان تشوف باقي المراجعات بتاعتنا بشكل مجاني وبشكل منظم في مكان واحد، حمل ابلكيشن الخطه من اللينك في اول كومنت. طيب الجرامر بتاعنا بتاع الترم ده على فكره اسهل كتير من الترم اللي فات، وهتلاقوا مواضيع بسيطه و حاجات عارفينها من قبل كده، بس محتاجه مننا شويه تركيز صغير. طيب اول حاجه عايز افرق ما بين الثلاث كلمات الجايين دول. كلمه must وعكسها، برافو العسل اللي قال لي mustn't. وفي كلمه اسمها should وعكسها shouldn't، برافو. تعال نفرق ما بين الكلمتين دول الاول وبعد كده نشوف الكلمه الثالثه. طيب must و mustn't. must معناها لازم، mustn't معناها ممنوع. ركز بقى في المعاني عشان المعاني مهمه جدا. يبقى must معناها ايه؟ لازم تعمل الحاجه دي، لكن mustn't معناها ممنوع اوعى تعمل الحاجه دي. طب should و shouldn't. should معناها يجب، بنصحك تعمل الحاجه بس والله عملتها ما عملتهاش براحتك، نصيحه. طب shouldn't معناها لا يجب، وبرضه دي النصيحه، يعني والله عملت ما عملتش براحتك، يعني مش فارقه لي في حاجه. يبقى كده لو احنا فاهمين او مركزين مع بعض شويه، must و mustn't بيعبروا عن حاجه اعلى شويه من should و shouldn't. should و shouldn't بيعبروا عن نصيحه بس، لكن must و mustn't فيهم سنه الزام. يعني بص كده، لما انا اقول لك كده you
should study hard. لازم تبدأ تذاكر كويس. الجملة دي بنسميها جملة ادفايس او نصيحة. طب النصيحة بتكون عبارة عن ايه؟ النصيحة يعني انا بقول لك على حاجة تعملها او ما تعملهاش، بس في الاخر هي براحتك، سواء عملت او ما عملتش، فدي حاجة تخصك، انا مش هجبرك. لكن لما يكون الامتحانات قربت وانت حاسس ان انت لازم ابقى اخلي عندي دم وابدا اذاكر، فاقول كده I must study hard. لازم ابدا اذاكر كويس بقى، الامتحانات خلاص قربت، مش هينفع افضل كده. دي كده الجمله الثانيه اللي فيها must دي اسمها الزام داخلي. يعني ايه الزام داخلي؟ يعني انا بحاول اجبر نفسي ابدا في الحاجه. لا دي مش نصيحه بقى، ده انا عاوز فعلا ابدا، انا كده متاخر قوي. يبقى لو قلت I should study، والله انا محتاج اذاكر، بس يعني عملت او ما عملتش دلوقتي مش فارقه كتير، عادي. لكن I must study معناها لازم اذاكر، ودي حاجه اسمها الزام داخلي. خد بالك من حاجه ثانيه مهمه، ان بعد must او mustn't should او shouldn't بنحط الفيرب في الانفينيتيف. يعني ايه انفينيتيف؟ يعني مصدر، يعني من غير ما اضيف له اس، من غير ما اضيف له اي دي، من غير اي ان جي، لا الفعل في المصدر زي ما هو. طيب يبقى كده تاني عشان بس نبقى فاكرين ما ننتهش من بعض، احنا لسه في كلمه ثالثه جايه لنا. عندي should وshouldn't، دول بسميهم كلمه واحده لان هم نفس الاستخدام ونفس كل حاجه، الفكره ان واحده منفيه وواحده مثبته يعني. طيب should وshouldn't. should بتعبر عن النصيحه ان انت تعمل الحاجه، you should study لازم تذاكر. shouldn't بتعبر ان انا بنصحك ان انت ما تعملش حاجه معينه، you shouldn't waste your time ما تضيعش وقتك. ففي الحالتين دي نصيحه. لكن must وmustn't بتعبر عن حاجه اسمها الزام داخلي، ولكن mustn't بتعبر عن حاجه اسمها ممنوع. يعني لما اقول لك مثلا you must visit your grandmother، انا شايف ان انت مقصر مع جدتك لازم تروح تزورها، حاجه كده الزام داخلي من جواك، خلي عندك دم وروح. طب mustn't معناها ايه؟ mustn't معناها ممنوع. لما اقول لك you mustn't park here، ممنوع تركن هنا. you mustn't smoke here، ممنوع تدخن هنا، دي حاجات ما ينفعش تعملها، لو عملتها تتعاقب. تمام كده؟ دول اول كلمتين. نرجع كده نبص عليهم بسرعه اهو. must بنتكلم عليها لما نكون، ركز معايا عشان دي مهمه جدا. must لما نكون بنتكلم عن strong rule قاعده، او important obligation او الزام هام، او حاجه فيها الزام داخلي ليك انت بتحاول تجبر نفسك، او اشياء من الدور اللي قام بها ان انت حاسس ان انت عندك الزام داخلي بالحاجه دي. تمام؟ زي مثلا لما اقول لك كده you must follow the teacher's instructions، لازم تسمع كلام المدرس، يعني حاول تلتزم بكلام المدرس، ده يعتبر جزء من الحاجات اللي فيها رول او قواعد جوه المدرسه. يعني من ضمن قواعد المدرسه ان انت تسمع كلام المدرس بتاعك، فعشان كده طالما هي قاعده بنستخدم معاها must. كلمه mustn't معناها ممنوع، ودي كلمه مهمه جدا جدا جدا، ومعناها ان انت لو عملت الحاجه دي، يعني احنا قلنا لك ممنوع تعمل ده، لو انت عملته هتتعاقب، فmustn't دي حاجه قويه جدا. Students mustn't shout in the classroom، الولاد مش مسموح لهم صوتهم يعلى ويزعقوا جوه الفصل، لو عملوا كده هيتعاقبوا، المفروض حاجه غلط جدا. فدي كده اول كلمه اللي هي مين؟ must و mustn't. سهله. نخش بقى على الكلمه الثانيه او اللي كنت شايفها لك للاخر، اللي هي الكلمه الثالثه بتاعت have to و has to. الكلمتين دول مهمين جدا 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 يا شباب، ومحتاجك تركز معايا قوي فيهم. بص كده، احنا خدنا من شويه كلمه must وقلنا معناها يجب. must في كلمه اعلى منها شويه، اللي هي الكلمه اللي ليها علاقه بالقوانين، اسمها have to او has to، او have to و has to. طب ليه في كلمتين؟ عشان have بتيجي مع I we you they، لكن has بتيجي مع he و she و it. يبقى تاني انا عندي كلمتين I we you they بتيجوا مع have بتاخد to، هي وشو ات بيجوا مع هاز، وهاز برضو بتاخد تو. الكلمتين دول بقى ما بيجوش وراهم الفيرب انفينيتيف او ما يجيش المصدر على طول، لازم قبل المصدر تو، زي كلمه جوينج تو اللي خدناها الترم اللي فات. فدي عايزه هاف او هاز تو بعد كده المصدر. فده اول اختلاف ما بينهم وبين ماست. ماست عاوزه المصدر على طول، لكن هاف او هاز عاوزين تو الاول بعد كده المصدر. كويس؟ طيب تاني اختلاف بقى، قلنا ان ماست بتعبر عن درجه من الالزام او الالزام الداخلي، بحاول انصح نفسي كده واديني الزام داخلي، لكن هاف تو بتعبر عن القوانين. فلما اقول لك يو هاف تو دي معناها لازم تعمل الحاجه دي، لو ما عملتهاش هتتعاقب، او لو ما عملتهاش هيحصل لك مشكله، زي الجمله دي كده you have to buy a ticket in bus
انت لازم تشتري تذكره لما تطلع الاتوبيس. طب ليه؟ عشان ده قانون. لو انت طلعت الاتوبيس وما اشتريتش تذكره هتتحبس او هتنزل، مش هيركبوك. ليه؟ لان ده حاجه مش انت اللي بتجبر نفسك عليها، ده القوانين اللي بره هي اللي بتجبرك. يبقى ماست بتعبر عن الزام داخلي انت بتجبر نفسك، لكن هاف تو وهاز تو بيعبروا عن الزام داخلي، الحاجه اللي حواليك هي اللي بتجبرك. تمام كده؟ يبقى اي حاجه فيها قانون بيجبرك انك تعمل الحاجه هاف تو وهاز تو هي الاصح. طب جمله ثانيه زي مثلا ايه؟ هي تاخد هاف تو ولا هاز تو؟ لا يا مستر، هي وشو ات بياخدوا الهاز، يبقى هي هاز to pay the bill. دلوقتي حضرتك استخدمت انترنت في الشهر وجاي اخر الشهر الفاتوره نازله لك بقى، فده قانون ان انت عشان النت يشتغل لك لازم تدفع الفاتوره. ده مش ما فيهاش نصيحه، ما ينفعش اقول لك انا نصيحتي ليك ادفع الفاتوره، لا، ما انت لو ما دفعتش النت مش هيشتغل. فده قانون، حاجه بتلزمك بتجبرك انك تدفع، طالما لازم تدفع عشان النت يشتغل يبقى هاف تو او هاز تو. هنا استخدمنا هاز عشان هي وشي بياخدوا هاز. كويس؟ يبقى عشان نلخص اللي فات ده، لو انت حاجه بتجبرك بس حاجه من جواك والاجبار ده اجبار قاعده عاديه مش قانون، تستخدم ماست. طب لو الحاجه ما بتجبركش اصلا مجرد نصيحه شود. لكن لو حاجه فيها قانون لازم تتعمل، الزام داخلي، حاجه من براك هي اللي بتلزمك، هاف او هاز تو. طيب افرض ان انا عاوز انفي هاف تو، يعني مثلا ماست النفي بتاعها مين؟ ماستنت. حلو جميل. شود النفي بتاعها مين؟ شودنت. طب هاف تو النفي بتاعها مين؟ وهاز تو النفي بتاعها مين؟ برافو حبايبي الامارات اللي قالوا هافنت تو هازنت تو، برافو. غلط. لا بص ركز معايا قوي. النفي بتاع هاف تو تمام او هاز تو مش بنحط النفي فيهم، بنجيب فيرب تو دو قبليهم، فبننفي بمين؟ بننفي بدونت او doesn't. ركز معايا قوي بقى، بننفي بمين؟ بدونت و doesn't. don't مع I we you they. طب doesn't مع he والشي والit. طب يبقى تاني عشان دي مهمه، لو عندي I we you they بنفي بدونت have to. طب لو عندي he وشي وit هنفي بهي او he وشي وit بنفي معاهم doesn't has to. ركز معايا قوي بقى، في النفي ما عندناش has، عندنا have بس، تبقى doesn't have to بس. طب ليه يا مستر؟ بص يا حبيبي عشان ببساطه بعد don't و doesn't بنرجع الفعل لاصله، الاصل بتاع الفعل اسمه اصلا verb to have، فهو اسمه have في الاساس. يبقى I we you they بتنفوا بزي بدونت have to. طب هي وشو ات بتنفوا بزي بدوزنت have to برضه، وبرضه الاثنين بيجوا وراهم المصدر. طب معلش يا شباب سكرين شوت كده للشاشه دي عشان تبقى معاك، عشان هنمسحها ونكتب حاجه تاني. يلا بعت خالص اهو سكرين شوت وانا موجود بقى. شكرا. يبقى ببساطه نقول بسرعه ان ماست النفي بتاعها مين؟ برافو ماست. تقول معايا اللي يخليك التكرار ده يخليك تركز معايا اكتر صدقني. يبقى ماست بينفيها بمين؟ ماستنت. شود بتنفي بشودنت، زي كان بننفيها بكانت، كل ده جميل. لكن هاف تو وهاز تو بننفيهم ازاي؟ ايوه دونت هاف تو او doesn't have to برضه. معلش نقولهم اخر مره. يبقى هنفي دونت او هنفي هاف تو وهاز تو ازاي؟ don't have to او doesn't have to برضه. برافو يا شباب مركزين معايا؟ فاضل لنا اخر حته. يبقى عندي have to و has to ده بيعبروا عن حاجه فيها الزام. we have to wear our school uniform every day. لازم نلبس لبس المدرسه اليونيفورم بتاع السكول كل يوم، ده اجبار الزام قانون في المدرسه. she has to follow the rules in the museum. لازم تمشي مع قوانين المتحف اول ما تروح هناك، لان انت لو ما مشيتش مع قوانين المتحف مش هتكمل، مش هيدخلوك المتحف. لازم تمشي مع القانون بالظبط. يبقى الحاجات اللي فيها قوانين الزام خارجي have to و has to. طيب نخش بقى على الجزء بتاع النفي بتاعهم. احنا قلنا بقى ركز معايا قوي، must عكسها mustn't، وقلنا must معناها لازم بس مع الالزام الداخلي، يعني حاجه مش خارجيه بتمنعك. لكن mustn't معناها ممنوع محرم ما ينفعش تعمله. طيب have to و has to بيجي معاهم برضو المصدر، ودول بيعبروا عن القانون. يعني بص لي بقى على المعادله دي عشان المعادله دي جميله جدا. have to اقوى من must. يعني بص في البوزيتيف في الاثبات
have to اقوى من must بكتير، عندها قانون must ما عندهاش. تمام. في النفي الموضوع هيتقلب شويه، mustn't معناها ممنوع، دي قويه جدا جدا جدا. طب النفي بتاع have to قلنا don't have to او doesn't have to برضه، وبرضه يقع من مصدر. بص بقى لما جينا نقلب على النفي الموضوع اتقلب شويه، بقت mustn't هي اللي قويه اهو. بص واحد قوي جدا، و don't و doesn't have to هي ضعيفه شويه، عشان don't او doesn't have to معناها ايه؟ مش لازم، يعني لو عملت او ما عملتش مش هتفرق في حاجه براحتك. فبص بقى الكلمتين دول عشان نعرف نفرق ما بينهم. You mustn't smoke here. تمام؟ دي جمله. بص الجمله الثانيه you don't have to smoke here. بص بقى الجملتين دول بيعبروا عن حاجتين المفروض ان هما اتنين نفي لحاجتين فيهم يعني لحاجتين فيهم قانون. You mustn't smoke here معناها ممنوع تدخن هنا، لو دخنت هنا هتتعاقب، هتخش في غرامات، هتدفع فلوس، هيبقى في عقاب عليك. لكن you don't have to smoke here مش لازم تدخن هنا يا عم، بلاش تدخن عشان صحتك. فحولت have to has to لما اتنفت بقت بتعبر عن نصيحه، بقول لك مش لازم بس لو عملت مفيش مشكله عادي. لكن mustn't ما ينفعش تعمل، يبقى mustn't بتعبر عن لا ممنوع، لكن don't او doesn't have to معناها مش لازم. لما اجي اقول لك مثلا ايه you او خلينا ناخد اهو، خلينا هنا كده مثلا he space boy bread his mom bought. هقول mustn't ولا doesn't have to؟ عشان طبعا هي تاخد doesn't. الجمله بتقول لي ايه؟ هو نقط يشتري عيش، خلاص مامته اشترت، يبقى هو ممنوع يشتري عيش عشان مامته اشترت، ولا مش محتاج يشتري عيش مامته اشترت؟ لا هي بص الجمله هنا مش بتعبر عن ممنوع، ما هي ماما بتقول لك ايه؟ حبيبي خلاص مش لازم تنزل تشتري، انا اشتريت فمش لازم يعني، بس مش ممنوع، لو اشتريت مش هيحصل حاجه. بس هنا الجمله بتعبر عن نصيحه، يعني والله لو عملت او ما عملتش عادي، بس انا بقول لك مش محتاج تعمل، يبقى don't have to. لو قلت لك you mustn't buy دي معناها ممنوع تشتري، لا هي مش ممنوع ولا حاجه، الفكره ان انا بس بقول لك ماما اشترت فانت مش محتاج. يبقى عشان ما نلخبطش نفسينا must الزام داخلي، have to has to قوانين ما ينفعش تكسرها. النفي بقى بتاع must اللي هي mustn't بتعبر عن الممنوع، حاجات لو انت عملتها هتتعاقب، ممنوع تعملها. لكن don't have to و doesn't have to بتعبر عن النصيحه، بص والله انا شايف ان انت ما تعملش الحاجه دي بس لو عملتها براحتك. واخر كلمه اللي هي طبعا should وعكسها كلمه shouldn't، بيجي وراهم برضو المصدر، ودول بيعبروا عن النصيحه بقى خالص. يعني انت you should study لازم تذاكر، بس انت ذاكرت ما ذاكرتش براحتك. you shouldn't watch too much TV ما تتفرجش على التلفزيون كتير، بس انت اتفرجت او ما اتفرجتش برضو براحتك، انا مجرد بس بديك نصيحتي. طيب he و she و it بياخدوا doesn't have to، I we you they don't have to، وبيعبروا عن حاجه انت مش محتاج تعملها. بص هنا I don't have to get up early tomorrow، ايه ده؟ انا بكره ما عنديش مدرسه، دي بكره اجازه، يبقى انا ممنوع اصحى بدري ولا مش محتاج اصحى بدري؟ لا مش محتاج اصحى بدري. طب افرض ان انا صحيت بدري يوم الاجازه عادي، ما ينفعش بقى اقول I mustn't wake up early، لا ليه؟ ما انا لو صحيت بدري يوم الاجازه ما حدش يقتلني يعني عادي، بس بقول لك مش لازم مش محتاج. he doesn't have to hurry he isn't late for school، ايه ده؟ هو مش محتاج يجري، هو مش متاخر اصلا. فهو واحد دلوقتي طلع الصبح نزل والمدرسه اصلا جنب بيته، فالساعه لسه 7 وهو ميعاده هناك 8، ايه ده؟ طب انا مش محتاج امشي بسرعه يعني، المدرسه جنبي وانا اصلا مش مستعجل، يبقى I don't have to walk مش لازم امشي in a hurry ان انا اكون مستعجل. اخر حاجه يا شباب should و shouldn't. you should choose your friends carefully لازم تختار اصدقائك بعنايه، ودي بتعبر عن النصيحه، خد بالك. النفي بتاعها shouldn't you shouldn't say unkind words for people on social media، ما تقولش كلمات وحشه للناس اللي على السوشيال ميديا او على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب الكلمات دي مهمه ليه؟ عشان في الجمل الريرايت اللي هتيجي، طبعا احنا عندنا سؤال الريرايت موجود معانا من الترم اللي فات وهيجي معانا طبعا الترم الثاني. فالكلمات دي لما بشوفها بتعبر لي عن كلمه معينه، زي مثلا دول بص كده you are not allowed to are not allowed to دين equal ل mustn't، يبقى انا لما تجي لي الجمله دي نروح شايل are not allowed واحط مكانها مين؟ mustn't. بس خد بالك بقى are not allowed عايزه معاها to، mustn't مش عايزه to فتشيل منها to من الجمله.
تمام. طيب it's very important to، ده مهم جدا انك تعمل دي ايكوال لمين؟ ل have to، فاروح شايل دي وحاطط have to على بعضها. خد بالك بقى important فيها to ما تشيلهاش، لان كده كده have عاوزه وراها to. تمام. it's a good idea to، فكره كويس انك تعمل ده، نحط مكانها كلمه should. وخد بالك من حاجه تانية مهمه، لما تحط should هتشيل to، لان should مش عايزه to، should عايزه المصدر على طول. وعلى فكره سواء should و shouldn't must mustn't have has to او don't have to او doesn't have to، كلهم بيجوا وراهم المصدر. الفكره بس ان احنا عندك have و has عاوزين وراهم to، لكن should و must و mustn't و shouldn't مش عايزين to. ده الفرق الوحيد اللي ما بينهم. بس كده يا حبايبي، ده كان اخر جزء معانا في الجرامر. استنونا بقى في الجزء اللي جاي بتاع الدايفرز عشان نقعد نحل على كل اللي احنا شرحناه ده. هنحل على الفوكاب، هنحل على الجرامر، هنحل عليه اسئله كتيره جدا جدا جدا. انا عارف ان الريرايت سؤال مش سهل، هنقعد نحل على ريرايت كتيره جدا 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 لحد ما ان شاء الله تطلع من الدرس وانت فاهم كل حاجه. استنونا يا شباب في الجزء الثاني من الدايفرز. شكرا لكم.